السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا رمضان على الأبواب، كل سنة وانتوا طيبين. وطبعا رمضان ما بيخلاش من ان احنا نعمل طبق سمبوسة كده حلو على الفطار. طيب لو انا بعمل رجيم، هل هينفع اكل من السمبوسة العادية دي اللي احنا بنعملها في رمضان؟ طبعا ولا واحدة تنفع تاكليها. تعالوا نعمل النهاردة سمبوسة صحية جدا جدا، بدون دقيق، فري جلوتين، سعراتها حرارية قليلة جدا، بدون قلي بقى، ومقرمشة وجميلة، وطعمها في منتهى الجمال. بس قبل ما نبدأ، تعالوا ناخد شوية حسنات مع بعض ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنحضر بقى عندنا نص كوباية من العدس الأصفر. هنغسلها كويس جدا لحد لما المية بتاعتها تبقى شفافة وصافية، ونصفيه وبعد كده ننقعه في شوية مية لمدة ساعتين أو 3. بعد ساعتين كده هنلاقي ان العدس كده لونه بقى فاتح معانا شوية. هنبتدي نصفيه من المية النقع دي ونتخلص منها. بعد كده هنجيب بقى ايه الخلاط بتاعنا، وننزل فيه بالعدس اللي احنا نقعناه، وكمان هننزل عليه بنص كوباية من الشوفان المطحون. ممكن تستخدمي دي الحبة الكاملة، ممكن تستخدمي دي الشعير، ممكن تستخدمي اي نوع دي انت عايزاه، بس يكون صحي ما عدا الدقيق الابيض. هننزل بقى بحوالي كوبايه الا ربع من الميه، وما تكتريش الميه قوي، يعني حطي الاول نص كوبايه وبعد كده اضربي بالخلاط، ولو احتاج ميه زودي معلقه معلقه علشان القوام ما يبقاش خفيف قوي. هنزود معلقه من الملح ونضرب بقى في الخلاط لمده دقيقتين كده لحد لما نوصل للقوام ده. قوام خفيف شويه، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هنجيب بقى طاسه غير لاصقه على النار، نحطها على نار متوسطه، وهندهنها كده دهنة زيت زيتون خفيفة، نمسحها بالمنديل. وهنبتدي بالفرشة بقى، نبتدي ندهن كده الطاسة بالخليط اللي عندنا، بحيث ان احنا نعمله كشكل السمبوسة. شايفين انا بعملها بشكل مستطيل اهو. بندهن طبقة رقيقة جدا من الخليط اللي عندنا علشان تطلع معانا الشكل المعتاد للسمبوسة العادية بتاعتنا، ولكن احنا بنعملها بطريقة صحية. اول لما تتشمع من الحواف كده هتلاقيها تطلع معاكي بكل سهولة. هتقلبيها بقى على الوش التاني لحد لما تكمل سواها. ما تخليهاش تاخد لون علشان ما تنشفش معاكي. شايفين جميلة ازاي؟ ممكن تدهني بالفرشة، وممكن تعملي بالطريقة دي انك تحطي حبة وتدهنيهم بسرعة في الطاسة. دي طريقة تانية لفرد السمبوسة في الطاسة. الطريقة دي برضو حلوة وجميلة. اهم حاجة ان السمبوسة ما تبقاش تخينة معاكي، تبقى طبقة رفيعة جدا جدا. هتلاقي برضو الحواف اتشمعت، برضو امسكيها كده وانقليها، وقصدي وقلبيها الناحية التانية. سهلة وجميلة وطرية وفي منتهى الجمال. ممكن كمان تصبي حبة بالطول كده، وتبدأي بسرعة قوي بالفرشة انك تفرديه كده، بحيث ان هو برضو ياخد معاكي شكل السمبوسة، وهتظبط معاكي بكل سهولة. تقدري تحطي طاستين قصاد بعض علشان تخلصي الكمية اللي معاكي بسرعة. ممكن تضاعفي الكمية وتخزنيها لرمضان، يعني هقولك ازاي دلوقتي. بس اهم حاجة انك كل كام واحدة كده، اما تخلصي كام واحدة من السمبوسة بعد ما تسويهم، تجيبي بقى نفس المنديل اللي مبلول بزيت الزيتون ده، وتبدأي تمسحي الطاسة مسحة كده بسيطة. هنجيب بقى معلقة من المية ونحط عليهم معلقتين من النشا، وده اللي احنا هنلزق بيه السمبوسة في بعض. تقدري تستخدمي معلقة من دقيق الشوفان او معلقة من دقيق الحبة الكاملة زي ما تحبي. هنلف بقى السمبوسة بالطريقة المعتادة بتاعتنا اللي احنا بنلف بيها السمبوسة العادية. انا هنا هحشيها جبنة موتزاريلا. تقدري انت تحشيها باي حاجة انت بتحبيها. ممكن تحشي جبنة فيتا مع بقدونس، تحطي كده عودين نعناع حلوين كده. ممكن تحشيها جبنة كيري بالزعتر. ممكن تحشيها بطاطس مسلوقة. ممكن لحمة مفرومة معصجة، ممكن أي خضار متشوح عندك احشي بيها، مش هتقول لأ خالص. وطعمها في منتهى الجمال لأن احنا عاملينها بالشوفان والعدس. يعني طعم العدس مش هيبقى باين زي ما انتي متخيلة، لا بالعكس، الشوفان هيخلي طعمها ممتاز جدا جدا. انا هنا بقى ايه هحشيها جبنة موتزاريلا، وهقفل كده الأطراف
هنحط بقى شويه من الميه اللي بالنشا دي، وحاولي ان انت تقلبي الميه بالنشا كل شويه علشان النشا بيبقى مترسب كده في القاع كده، فعشان يتقلب معاكي كويس ويديكي نتيجه كويسه قلبي. وبعد كده ايه قفلي بقى ايه زي الجراب كده. طيب لو حابه تفرزيها في المرحله دي هتحطيها تفرديها زي ما هي كده على صينيه بعيد عن بعضها وتدخليها الفريزر. اول لما تتجمد كلها هتحطيها بقى في علبة من علب التلاجة، ترصيها كده وتدخليها الفريزر تاني. هي هتبقى اتجمدت ومش هتلزق في بعض. لو حابة للأمان يعني حطي طبقة من أكياس التلاجة بين كل طبقة وطبقة. تمام، يعني هترصي طبقة سمبوسة، كيس تلاجة، طبقة سمبوسة تانية، وهكذا. خزنيها بقى رمضان، وكل سمبوسة صحية زي ما تحبي. طيب طريقة التسوية هتبقى ازاي؟ لأن دي أهم حاجة. طبعا مش هنقليها، يعني مش بعد كل ده تقولي لي نقليها، لا طبعا. هنا انا خلصت الكميه كلها، وهخزن اللي انا عايزاه في الفريزر، وهاخد منهم حبه بقى اسويهم معاكم. طريقه التسويه: اما هنجيب طاسه وهندهنها بزيت زيتون، وهنحط فيها السمبوسه بتاعتنا علشان تستوي، وتكون النار متوسطه، ما تكونش هاديه قوي وما تكونش عاليه قوي. او الطريقه التانية بقى انك تدهني السمبوسه بزيت الزيتون بالفرشه كده، وتحطيها في صينيه وتدخليها الفرن. الفرن تكون درجه حراره 200، يعني تكون سخنه جدا، وتدخليها في الفرن. مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق. لكن يعني لو لقيتي الفرن بقى ايه فيها بقى صينيه مكرونه البشاميل بتاعتهم، وانت نفسك تاكلي السمبوسه بتاعتك، تقدري تعملي لك كام واحده كده على الطاسه. خصوصا ان انت لو انت لوحدك اللي بتعملي رجيم في البيت، مش هتحتاجي ان انت تعملي كميه كبيره من السمبوسه. يعني 3 وحدات كفايه جدا جدا انك تاكليهم على الفطار. النار لما تكون متوسطة هنبتدي نقلب بقى على الناحية التانية. أول لما تاخد لون بالشكل ده هنقلبها على الناحية التانية، هتقرمش معاكي وتبقى في منتهى الجمال. الجبنة اللي جوه هتسيح. بلاش تستخدمي الجبنة القريش، لأن الجبنة القريش بيبقى فيها مية كتير، فهتخلي لك الجبنة أو هتخلي لك السمبوسة بتاعتك طرية. ممكن تستخدمي الغطا في إنك تغطيها علشان تسرعي عملية التسوية. شايفين بقى اتحمرت ازاي وجميلة ازاي ومقرمشة ازاي؟ لو حسيتي انها احتاجت حبة زيت تاني، ممكن تحطي نقطتين 3 كده. طبعا هي بتكش كده في الطاسة، فانا زحتهم بقى على جنب، وبعدين ابتديت حطيت نقطة زيت زيتون تاني، وابتديت بقى انزل باتنين 3 كمان، لان احنا كنا كذا حد هياكل منها. هتعمليها مش تاخد معاكي وقت، في 10 دقايق بالظبط هتكون خلصت معاكي. سهلة جدا جدا. لو عجبتك الفكرة ووصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر، عشان لسه في وصفات حلوة جدا للدايت جاية كتير. تابعيني بس في رمضان وانتي هتخسي. شكرا للمشاهدة.